اهلا بيكم مره ثانيه. دلوقتي الفقره دي هنناقش فيها مجموعه من الاخبار وموضوعات صحفيه تم طرحها في الصحافه خلال الاسبوع ده من خلال ناقد الفني الاستاذ احمد سعد الدين. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا منورنا دايما. نورك يا فندم. خلينا نبدا اول خبر معايا. للمره الثالثه تاجيل استئناف تصوير فيلم طلق صناعي لمده 3 ايام. يعني في مشاكل بتواجه واضح الفيلم. كان المفروض تصويره وتأجل 3 مرات. يتأجل تصوير كان التصوير الأول قبل رمضان. هو بس أقول الفيلم بطولة ماجد الكدواني، حورية فرغلي، لشافين سرتها، مصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة، مي كساب، تأليف محمد خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب. اتفضل. الفيلم أصلا كان المفروض إن هو يتصور في فترة ما قبل رمضان، لكن المؤلف والمخرجين أو المخرج والمؤلفين، لأن هم ال3 اخوات، كان عندهم فيلم تاني اللي هو فيلم اشتباك، اللي كان يعني محمد خالد أخو خالد دياب، خالد دياب ومحمد دياب وشيرين دياب. وشيرين دياب الثلاثة. فال3 كان عندهم فيلم تاني اسمه اشتباك، كان مشارك في مهرجان كان وحقق نجاح كبير. وحقق نجاح كبير، وبعدين لما جه هنا حصلت عليه ضجة وجدل عظيم. فده برضو حكاية ان هو السفر والرجوع والكلام من ده كان بياخد منهم وقت. الحاجة التانية، معظم الأبطال كانوا مشتركين في مسلسلات رمضان. يعني أنا لو قلت بيومي فؤاد لوحده الحقيقة ما كانش عنده وقت. هو خد كلام من الفنان بيومي فؤاد يعني على يعني انت بتقول خد كلام، مفيش حد ما اتكلمش. مش انت بتقول خد كلام؟ انا شايف انه خد كتير. لا ربنا يوفقه. بس هو فنان جميل يعني، وبصراحه يستاهل هو يعني يستاهل حب ممثل الناس. كويس جدا، لكن عنده مشكله ان فتره الانتشار جت معاه زياده في وقت واحد. يعني في انتشار متتالي وفي انتشار متوازي. الانتشار المتتالي هو الاهم، ان انا اخلص من عمل ادخل تاني ويتعرض بالتتابع. لكن هو اخذ انتشار متوازي، ان كل الاعمال اتعرضت في وقت واحد، فحصل لخبطه. فدي المشكله اللي هو وقع فيها. لكن هو ممثل كويس جدا، نجم هيبقى له شأن في القريب العاجل. لكن المشكله كثره الاعمال اضرت شويه بيه. هل في تفسير ان في فنانين كتير موهوبين، في تفسير ان فنان يجي في وقت معين تلاقي الطلب عليه زايد قوي زياده عن اللزوم؟ شوف، احنا عندنا مشكله بقالها ما يقرب من 40 سنه من بعد انسحاب او بعد او وفاه بعض المنتجين الفنيين اللي هو كان عندهم حاجه اساسيه اسمها صناعه النجم. لما انسحبوا من السوق أو توفوا أو بعدوا بأي شكل من الأشكال، ابتدى المنتجين الموجودين عندهم ما يشبه سياسة القطيع. في أسامة نجح في الدور ده، هات أسامة يعمل نفس الدور. على فكرة النقطة دي أول من كان هيقع فيها ولكن بذكائه هرب منها كان الفنان عادل إمام. عادل إمام خاف جدا لما نجح في دور دسوق افندي، سكرتير الفن مع فؤاد المهندس. لا، ما كانتش سكرتير الفن، كانت المسرحيه كانت مع فؤاد المهندس. كانت هو وهي، انا وهو هي صح، انا وهو هي. تمام. عادل امام لما نجح في سكرتير المحامي اللي هو انا الاستاذ دسوقي الوكيل بتاعه، هو نفسه كان بيقول قال بعض المنتجين كانوا يتصلوا عايزين دسوق افندي، لدرجه ان انا لما اروح لهم ما كانوش يقولوا يا عادل، يقولوا دسوق افندي انت هتعمل كذا، هتروح كذا. فمن هنا خاف ان الناس تاخد عليه ايه؟ ممثل الدور الواحد. وفتره انتشاره تبقى بنفس النمطيه الموجوده. فمن هنا ابتدى عادل امام يحاول ينوع في الادوار اللي هي ايه بتعرض عليه. كان ذكاء منه. الى ان وصل في يوم من الايام بعد سنين طويله الى عادل امام، هذا النجم الكبير جدا اللي كل الناس تتمنى تمشي على خطاه. طب سؤال، بيومي فؤاد كان فين قبل ده؟ يعني هو دلوقتي في سن كبير، هو في ال40، في اخر ال40 يعني قرب من 50. كان فين؟ يعني ما كانوش شايفينه؟ اول حاجه بيومي دخل الفن في سن كبير، يعني ما دخلش في العشرينات، في الثلاثينات. ماشي، يعني بقى له على الاقل اكثر من 15 سنه، بقى له 10 سنة. سنين على الاقل، يوم ما اقول ان هو 10 سنين على الاقل. هو ما كانش كمان اكتر يعني. ما كانش متشاف. لما اتشاف امتى؟ لما اشترك مع الاستاذ خالد جلال في الورشه بتاعه مركز الابداع، وعملوا مسرحيه كان اسمها قهوه ساده. قهوه ساده. قهوه ساده خرجت
نجوم كتير جدا، لان ابتدى المنتجين والممثلين الكبار والمخرجين يروحوا يتفرجوا عليها بشكل كبير. تمام. فمن هنا ابتدوا يشوفوا ان في ممثلين موهوبين. مع توالي الادوار ابتدينا نقول ان في والله الراجل ده عامل مشهدين حلوين، طب ما نكبر المشاهد، الى ان ظهر خلال السنتين اللي فاتوا. هنا بقى الخطأ بتاع المنتجين، وفي نفس الوقت الطموح الزايد من بيومي. خطأ المنتجين هو نجح في دور هاتوا يلا، اولا اجره قليل، ثانيا عنده قبول، لسه ناجح فالناس هتقول اوكي وهتمشي. هو كمان وافق على 7 مسلسلات في وقت واحد، وهو عارف ان هم هيتذاعوا في رمضان. فهنا حصل لخبطه. هل انت دلوقتي لو قلت لك قول لي الشخصيه اللي لعبها بيومي فؤاد مثلا في مسلسل هتتلخبط. هي دي مشكله. تمام. مع سياسه القطيع، مع عدم وجود كلمه صناعه النجم بشكل جيد او بشكل مدروس بشكل علمي، هنقف هنا كتير جدا. اظن هو بدا واقفه مع نفسه، بدا يعلي اجره، بدات الدنيا. ما هو لازم هيقف، لان هو المشكله ان بيومي فؤاد عمل 7 مسلسلات، جه في الفواصل كان بيعمل اعلانات، في العيد على طول كان عنده افلام فكان لازم يقف. انا شايف وغيري شايف ان بيومي فؤاد افضل له مثلا في رمضان الجاي يبقى معاه مسلسلين 2 هتقدر تفرق ما بين الشخصيات اللي هيعملها. على فكرة النقطة دي وقع فيها مين قبل كده في حكاية المسلسلات اللي تتعرض في وقت واحد؟ كتير. فنان محمد رياض في سنة تقريبا 99 اتعرض له حوالي 3 مسلسلات في فترة زمنية قريبة. فابتدت الناس تتكلم هو ما فيش غير ممثل واحد يا جماعه، هو ما فيش مش عارف ايه، هو ما فيش ايه. ابتدى حتى المشكله الاكبر ان كان في نهايه عمل قطاع الانتاج، فما كانش في حد ينظم عمله. فابتدى الفنان محمد رياض يبعد فتره طويله ثم يعود مره اخرى، ولكنه بيعود من جديد برغم انه ممثل جيد جدا. فلازم الانسان يشوف ايه الصح ويعمله، مش فترة الانتشار الغير مدروسة تبقى فترة عشوائية. طب نرجع لطلق صناعي. تتوقع ان الفيلم من الاسماء اللي فيه او عندك معلومات عن قصته ايه؟ اكيد مختلف عن اشتباك، يعني من الاسماء. لا اشتباك هنا في اختلافات كتيرة. احنا بنتكلم على اشتباك في عمل لمسة إنسانية مع رمزية سياسية لما يحدث في الواقع الحالي. تمام. لان هو اشتباك الدوره اللي بتتكلم فيها برغم ان هو دوره حياه الفيلم حوالي يوم مثلا، لكن انت بتتكلم في ايه؟ في فتره اللي هي بتاعت يوم 30 يونيو و3 يوليو اللي هي ثوره 30/6 و3/7. فهنا الحراك السياسي اللي داخل في الموضوع ده فيلم له رمزيه خاصه. اما هذا الفيلم من اسمه من ابطاله احنا بنتكلم على لمسه كوميديه اكتر، فيلم خفيف اكتر، فيلم لايت. فهنا بنتكلم على فيلم مختلف تماما، فيلم لايت ممكن هيبقى له قاعده جماهيريه اكتر بكتير من اشتباك اللي انت داخل بنظره نقديه اعلى من ما تتصور. ايه رايك في الجزء العائلي في التاليف والاخراج عند آل دياب؟ والله هقول لك على حاجه، هو ده مش وحش، بالعكس. يمكن احنا عرفنا محمد دياب اولا، ثم بعد كده خالد، ثم بعد كده شيرين، واشتركوا يمكن هم ال3 في فيلم الجزيره 2، والجزيره 2 كان حلو، الافلام كويسه جدا، كان من الافلام المهمه. انا شايف ان ده عمل صحي ان يكون في مجموعه متفاهمه. احنا اخذنا دايما التفاهم ما بين نجم ومؤلف او مؤلف ومخرج زي اسماعيل عبد الحافظ وسلمان ركاشة، عندنا اسماعيل ياسين، عندنا ابو السعود الابياري، عندنا بعد كده نجيب الريحاني وبديع خيري وهكذا. فليه الثلاثي ده ما يبقاش موجود ومتفاهم ويقدم افكار حلوه؟ برضو النظره المختلفه اهم من النظره الواحده، اكيد، خاصه ال3 بيربطهم في النهايه يعني عيله واحده، عيله. لا و3 ناجحين بصراحه. الاعمال اللي قدموها لحد دلوقتي اعمال حتى كلها الان كويس. اعمالهم هو واضح ان هم عندهم ثقافه، واللي عنده ثقافه بيقدم عمل جيد حتى لو فيلم خفيف. يعني انا اتوقع حتى لو فيلم خفيف. هو كلمه فيلم خفيف للاسف بقت كلمه سيئه السمعه في الوقت الحالي. يعني ايه فيلم خفيف؟ دلوقتي انت لما تقول فيلم خفيف يعني اشبه بافلام المقاولات. لكن زمان لما كنا بنقول فيلم خفيف يعني كوميدي، افلام فطين عبد الوهاب كلها افلام خفيفه. وفي من اهم افلام السينما المصريه. هل النهارده لما اقول صلاح ابو سيف
كانت افلامه افلام واقعيه تقيله، لكن جنبيه لو قلت فطين عبد الوهاب هيقول لك فيلم لايت، مع ان افلام فطين عبد الوهاب بتقول جمله مهمه، بتقول رساله بتوصلها ومصنوعه جيدا. لكن هنا احنا لما وصلنا دلوقتي لكلمه فيلم خفيف اشبه بافلام المقاولات او الافلام اللي اتعرض في الاعياد. هي دي مشكله كلمه فيلم خفيف. فيلم خفيف. لكن في النهايه الفيلم فيلم. انا بشوف هذا المنتج، هل المنتج ده جيد ام غير جيد؟ هو ده الاساس. طيب الخبر اللي بعد كده، صادق الصباح يتعاقد مع المؤلف محمد الحناوي على مسلسل 60 حلقة، مسلسل جديد. نوعية 60 حلقة بدأت تنتشر في الفترة الأخيرة. لسه الحناوي بيكتب الحلقات الأولى من المسلسل، مفيش أي كلام على التفاصيل، ولحد الانتهاء من التعاقد مع الأبطال وحتى الأدوار الثانوية والمخرج. الحناوي شارك في رمضان اللي فات بمسلسل هي ودافنشي مع ليلى علي وخالد الصاوي، إخراج عبد العزيز حشاد. يعني المنتج بيتعاقد هنا مع المؤلف قبل حتى ما يكتب لا، هو لو جيت المسلسل. لصادق الصباح تحديدا هلاقي ان من حوالي 9 سنين في 2007 صادق الصباح تعاقد لأول مرة على 60 حلقة في مسلسل بطولة أشرف عبد الباقي اللي هو راجل وست ستات. راجل وست ستات اللي الناس ما تعرفوش ان في الموسم الاولاني صوروا 60 حلقة متتالية، اتعرض منها 30 وبعد كام شهر، حوالي 6 شهور، اتعرض ال 30 التانيين، وابتدوا بهذا الشكل ان هو ايه، طالما اللوكيشن واحد فانا انتاجيا بالنسبه لي لما اشتغل 60 اسهل وارخص ما اشتغل ال 30 حلقه. لكن في الفترة الحالية كلمة ال 60 حلقة أو ال 100 حلقة أو ال 200 حلقة بقت مش غريبة على ودنا. ليه؟ يعني شفنا مسلسلات تركية مثلا 200 حلقة، شفنا قبل كده يمكن أول مسلسلات أمريكية كانت بتقعد سنين. لا، ما أنت عندك ذا بولد أند ذا بيوتيفول، الجريء والجميلات، قعد حوالي، أنت بتتكلم في 1200 حلقة، يعني شوف بقى احسبها كده، ما احناش عارفين قد إيه. في نفس الوقت فالكون كراست كانت أجزاء بس ده مش جديد علينا. لا تفتكر في الستينات عادات وتقاليد القاهرة والناس، القاهرة والناس ما وفي الراديو كان عادات وتقاليد والقاهرة والناس واتعملت في التلفزيون عدد سنين طويل، والف ليلة وليلة شهرزاد والف ليلة وليلة، بس ده كان بيبقى مسلسل واحد. تمام. المشكلة دلوقتي ان كل المنتجين مشيوا ورا الايه الموضوع بقى، تبص تلاقي ان انت عندك مثلا 10 15 مسلسل 60 حلقة، هنعمل 60 و100 و200 والكلام ده. طبعا جزء مهم انها نجحت وسياسه القطيع اللي بتتكلم عنها، لكن هل كمان لانها تكلفه انتاجيه اقل بالنسبه للمنتج؟ لو انت جيت عشان تتكلم على التكلفه الانتاجيه لل 30 حلقه اقل بكتير، مش اقل، انجح من ال 15 حلقه انتاجيا. ليه؟ لان هنا نفس اللوكيشن، نفس الممثلين، وانت في الاخر احنا دلوقتي يمكن قطاع الانتاج لما كان شغال كان بيتحاسب مع الممثلين بالحلقه، اجرك في الحلقه كام، لكن هنا بالمسلسل هنا كده يعني في بلوك كده نط مره واحده ونعمل بقى اللي احنا عايزينه. اشتغلنا 30، اشتغلنا 35، طب زي ما ربنا يسهل. بالظبط. طب احنا لو عملنا 60 انت بدل ما تضرب السعر في 2 طب انا هضربه في 1.5. الممثل هيوافق، اللوكيشن موجود، الكلام من ده، فبيبقى الرخص الانتاجي اقل بكتير من ان هو يشتغل جزئين على سنتين. فيصور مره واحده اسهل. هنا كلمه ال60 حلقه مع الناس دلوقتي حكايه المسلسلات التركي وقبلها المسلسلات المكسيكي والامريكي والى اخره، اخذت على كلمه 60 و100 حلقه بقت مش صعبه. يعني النهارده لما تيجي تقول بلاش النهارده، من 20 سنه تقول ان الليالي الحلميه كلها على بعضها حوالي 120 حلقه لو اتعرضوا ورا بعض يا كتير جدا. لكن النهارده تقدر ان انت تعمل 5 6 أجزاء تصورهم مرة واحدة أو على مرتين، والناس ممكن تتقبلها، ما عادش غريب على المسامع كلمة 60 حلقة أو 120 حلقة. الخبر اللي بعد كده، كلام نهائي تصوير يوم من الأيام لمحمود حميدة 29 أغسطس بالمنصورة. المؤلف وليد يوسف والمخرج محمد مصطفى والمنتج حسن القلة بيجتمعوا علشان يرتبوا التفاصيل النهائية لفيلم يوم من الأيام بطولة محمود حميدة أحمد حاتم، والمقرر أنه يبدأ تصويره الشهر ده 29 في مدينة المنصورة. الفيلم بيشارك في بطولته كمان هبة مجدي، لقاء سويدان، مشيرة إسماعيل، لطفي لبيب، بتدور أحداثه في إطار رومانسي
خلال ساعتين بين القاهرة والمنصورة بيلتقي أبطال بمحطة الأتوبيس في النهاية. نوعية من الأفلام صعبة الفيلم إن المدة بسيطة جدا، ساعتين. هو الأحداث. كلمة ساعتين طبعا كلمة صعبة جدا، لأن أحداثها هتبقى كتير وهيبقى اللوكيشن قليل. يعني أنا بصور في مكان أو 2 أو 3 على أكثر تقدير. لكن اللي لافت نظري هنا الفيلم هيبقى ما بين القاهرة والمنصورة. والمؤلف هو مين؟ وليد يوسف. وليد يوسف اصلا من المنصورة. يعني فهو طبيعي. هنا يعني واضح ان هي الفكره جات له من حاجه هو شافها، او على الاقل هو مسافر كان قريب منها فلفتت نظره. فالافلام اللي بالشكل ده بتبقى افلام جميله. انا فاكر فيلم كان بطوله يحيى الفخراني ونيلي، كان اسمه انا وانت وساعات السفر. قطاع الانتاج. انتاج قطاع الانتاج. كان عباره عن ساعتين القطر بيتحرك من القاهرة يوصل لحد سيدي جابر، بس عطل في النص. فهو ده كان الوقت بتاع الفيلم، لكن طلع فيلم جيد جدا. فأنا في انتظار. أولا اسم وليد يوسف اسم جيد جدا. ما ننساش إن في محمود حميدة، ومحمود حميدة ما بيوافقش بسهولة على أدواره. فأتمنى إن أنا أشوف فيلم مش مشكلة إن هو في ساعتين أو في 3 ساعات، الأهم الرسالة اللي بيقدمها لي، الأهم اللغة السينمائية اللي هيديها لي، المعالجة. فأنا مستني إن هم يبتدوا في 29. بس 29 أنا بتكلم على إيه؟ إزاي هبتدي 29؟ يعني لوجيك هبتدي 29 مش هقدر أكمل على طول. ليه؟ لأن بعدها 10 أيام العيد. فلازم هتوقف. يمكن عايزين بس يبداوا تصوير اول مشهد. هو في بعض المنتجين وبعض النجوم يقول لك انا لو صورت يوم او 2 انا كسرت حده الايه الركود، ان انا بدات، وبعد كده الدنيا تمشي. فنتمنى في الاخر ان الفيلم يخرج الى النور بشكل جيد. هو ده الاساس. وعايزين افلام اكتر وافلام نوعيتها كويس. يا ريت. من الحاجات المهمه جدا، كل الكم ما زاد كل ما هتلاقي على الاقل هتقدر تنقي نوعيه الافلام. يعني انا النهارده لما اجي اقول السينما المصريه بتنتج من 30 ل 35 فيلم في السنه، لو جيت اشوف هقول في 4 افلام كويسين، لكن لو انتجت 100 فيلم هيبقى في على الاقل 10. يعني هنا انا محتاج ان انا افرش فرشه كبيره جدا. السينما الامريكيه اللي الناس مش عارفاه، احنا بيجي لنا هنا حوالي 30 40 فيلم سنويا، وبنقول دول اعظم الافلام الامريكيه. لكن هل شفنا الافلام الامريكيه كلها ال2000 فيلم اللي بينتجوا سنويا في هوليوود؟ لا طبعا ما شفناش الكم. في افلام خفيفه جدا، وفي افلام اشبه بافلام المقاولات اللي احنا بنتكلم عليها بالظبط، واكتر من كده. الاهم ان انا عندي كم فرايتي كبير جدا اقدر اختار منه. هناك عندك صناعه معروف. أيوة. ان في كل نوعيه افلام رايحه لاتجاه معين، ده معروف. لكن انت عندك هنا ما فيش حاجه. لا، هناك عندهم نقطه كمان، عندهم خدمه الصناعه. أنا ما أفتقده في مصر. يمكن كنا بنتكلم امبارح في العرض الخاص بتاع أستاذ يسري نصر الله. يا جماعة في ناس بتقول الدولة لازم تتدخل في الإنتاج. أنا مش عايز الدولة تتدخل في الإنتاج، بس عايز الدولة توفر لي المناخ اللي أقدر أنتج فيه. يعني ما أصرفش 20 مليون على فيلم ولاقيه تاني يوم نازل DVD. أنا عايز الدولة تعمل إيه؟ توقف لي القرصنة. قفلت الحنفيات بتاعت القرصنة، أنا اللي هنتج. لكن لما تيجي المنتج يقول لك انا صرفت 20 مليون خسرت مش عارف اجيبهم، يبقى الحل ايه؟ يبقى اديني المناخ الصح وانا امشي. لان السينما مش سهله. السينما اولا انعكاس لمجتمع كامل. لو عايز تعرف المجتمع ده عامل ازاي اتفرج على السينما بتاعته. يعني شفنا الهند مثلا وصلت للعالميه بايه؟ بالاغراق في المحليه بتاعتها، بالحالات اللي انت بتقول والله ده ازاي الفقر في الهند عامل كده، ازاي الظلم موجود، ازاي لو جيت تطبق ده على امريكا اللاتينيه هتلاقي نفس الحكايه. هو يعني جزء من نجاح فيلم اشتباك يعني اللي كتب عنه نجوم كبار، انهم لقوا ان الاحداث دي ممكن تحصل في اي مكان في العالم. يعني الفيلم مش بيتكلم على صحيح بتحصل احداث في مصر، بس ممكن تحصل في اي دوله ثانيه في العالم. ما هو انت لما تيجي للاديب العالمي نجيب محفوظ لما كتب زقاق المدام واتحولت في المكسيك اتعملت في المكسيك، مع ان هي اصلا مكانها فين هنا؟ في القاهره. ده يعني في مكان كانت ممكن تتعمل في اي دوله ثانيه في اي بالظبط. لكن هو عالميه القصه شغاله في اي مكان. عطيل مش اتعمل هنا واتعمل في كل مكان. في كل التيمه بتاعته شكسبير اللي مخليه مخلد حتى الان ايه؟ ان التيمه بتاعت اعماله تقدر توظفها في اي مكان في العالم. ازاي تتناولها؟
هو ده الاساس. طب الخبر اللي بعد كده دويتو محمد هنيدي مع يوسف معاطي واسلام خيري في السينما والتلفزيون. يعني الخبر بيقول ان في دويتو بين محمد هنيدي وبين يوسف معاطي. هل شايف ان في فعلا دويتو بين الاثنين؟ ما هو الدويتو يعني هم عملوا مع بعض حوالي 4-5 اعمال، 4 اعمال قبل كده، بس يعني قبل كده متفرق. اخرهم مسيو رمضان ابو العالمين، رمضان مبروك ابو العالمين حموده من 6 سنين ونجح وقتها. بس رمضان مبروك ابو العالمين حموده اتعمل فيلم، انا بتكلم على التلفزيون، واتعمل تلفزيون. تمام. هنا يعني انا لما بقول اتعمل فيلم واتعمل تلفزيون، يمكن في وجهة نظري انا ما كانش كويس، لان ده افلاس. بس نجح في الحالتين. هو نجح. بالنسبه للنجاح، النجاح المادي او نجاح المشاهده حاجه، والنجاح القيمه الفنيه موضوع تاني. تمام. لكن هنا بقى النقطه، طب هل هنيدي خلاص ارتاح ليوسف معاطي زي الدويتو اللي اتعمل ما بين يوسف معاطي وعادل امام؟ مع الفارق لان يوسف مع عادل امام بقالهم سنين وخلاص بقى دويتو رسمي يعني، بس بقى يعني نمطي. نمطي انا معايا. لا وعليه مشكله نمطيه، عليه مشاكل كتير جدا في رسم الشخصيات في المسلسل، وشخصيه الفنان عادل امام. يعني جزء كبير من النجاح كاريزما عادل امام. تبقى تلاقي السيناريو ضعيف للاسف جدا رغم اسم يوسف معاطي الكبير وسيناريست موهوب بس التكرار ومع نفس النجم، وانه بيكتب للنجم نفسه، ودي واضحه اكيد تعمل سلبية. هنا برضه هو بيكتب ليه؟ بيكتب لهنيدي، محمد هنيدي. ومحمد هنيدي برضو مش يعني لما نيجي نتابع أعماله الأخيرة هلاقي إن هو متشابه في كل أعماله. هل هينجح ولا لا؟ والله لما نشوف ممكن نحكم. لكن لو أنت بتتكلم إن هل نجحوا قبل كده، هقول إن نسبة النجاح في حدود 50%. انت تتوقع الثلاثي ده هنيدي يوسف معاطي ومعهم اسلام خيري نسبة النجاح في العمل؟ اسلام ممكن داخل عليهم جديد. بس اسلام عمل لهنيدي قبل كده اظن. ماشي، هو مخرج جيد، بس انا بتكلم على ان انت بتتكلم على ثلاثي. لا، هم ثنائي. الثنائي المشكله الاكبر في استاذ يوسف معاطي، برغم ان هو ساعات بيكتب كوميديا جيده، بس هو في نقدر نقول ان هو لما بيجي يعالج قضيه ما بيدخلش في اعماق المشكله. هو دايما بينزل تحت السطح شويه ويطلع. عنده الدنيا مسطحه اكتر ما هي بتنزل للاعماق. لو هنيدي اعتمد على ده بس، هيفضل هنيدي في مكانه، لا هيطلع فوق ولا هينزل تحت. ودي المشكلة اللي بيصادفها هنيدي في خلال ال10 سنين الأخيرة. يمكن هم عملوا أمير البحار مثلا، ما أمير البحار حقق إيرادات، لكن هل حقق قيمة فنية؟ ده سؤال مهم جدا، نتمنى ان هو يتداركوا ده في العملية. تفتكر ان هنيدي بيتدخل؟ جزء من المشكلة ان الفنان بيتدخل في العمل. مفيش يعني عن خبرة وعن رؤية قريبة، مفيش نجم للعمل ما بيتدخلش. بس حدود التدخل ايه؟ ده طبيعي، من حق النجم ان هو يتدخل. هنا في نقطة، حدود العلاقة بين النجم والمؤلف والمخرج. الأول النجم والمؤلف. يعني أنت مثلا عايز تقنعني أن أستاذ عادل إمام ما بيتدخلش في القصة وما بيتدخلش في الإخراج؟ ما هنا حصل مشكلة في بوبوس لو نفتكر، والمخرج تقريبا أخذ أجازة في آخر أسبوع. تمام. محمد سعد لما جه دايما قصصه كتير محمد في التدخل، كان بيتدخل في الإخراج، لدرجة أنه لما اشتغل مع عمرو عرفة، ودي قصة مشهورة جدا، كان عمرو عرفة هو اللي بيخرج فيلم اسمه بوشكاش، وراح صور 36 دقيقة في البرازيل. تمام. في أمريكا اللاتينية. لما رجع هنا اختلفوا مع بعض، النجم شال المخرج، وشوف شركة الإنتاج وافقت على ده وتشال المخرج، وجه أحمد يسري عمل فيلم من أول وجديد. إذا هنا التدخل الفيلم. ما هو احنا لو اتكلمنا على افلام محمد سعد هنقول ايه اللي نجح، مش هنقول ايه اللي ما نجحش. فهنا الاختلاف. النجم عندنا للاسف بيتدخل، بس هنا التدخل، هل تدخل عن علم؟ ممكن تبدي وجهة نظرك، على فكرة ده طبيعي، لكن تتدخل ان انا عايز هنا ايه او مش عايز هنا ايه، ده موضوع تاني. في بعض المؤلفين الكبار والمخرجين الكبار لا يسمح بده، والدليل هات النجوم الكبار، زي احنا كنا لسه بنتكلم عن استاذ عادل امام. هل كان يرضى يشتغل مع المخرج محمد خان الله يرحمه او داوود عبد السيد او الناس دي؟ دول اشتغل مع خان الحريف وما ده انت من 35 سنه حاجه و80 سنه 84. تمام. يعني 81 كمان وما اتكررتش. ليه؟ لان دي سينما خان، وخان ما بيحبش التداخل، لكن هو يقدر على المخرجين الاقل فيقدر يبدي وجهه نظره، يقدر يختار كمان. يعني حتى استاذ عادل امام
لما في يوم من الايام عملت معاه حوار، فهو بيقول انا اخترت عمر الشريف. كلمه اخترت عمر الشريف في حسن ومرقص، يعني انا هنا لغيت رامي امام كمخرج برغم بساطه الكلمه، بس بتعبر بواقعيه عن موجود. الموجود فعلا. ما هو معروف في ده افلام شيء الفنان موجود. عادل امام هو اللي بيختار كل حاجه في الفيلم. على فكره ده مش عادل امام بس، يعني كل انت لما تشوف الفنانه ناديه الجندي بتعمل المشهد وتقعد تتفرج عليه وممكن تعيده بس لو هي عايزه. النتيجه ايه؟ النتيجه ان بعد شويه يعني لما نشوف لما تيجي في وقت تقيم اهم افلام عادل امام، هتلاقي عدد معين من الافلام، منها مجموعه الافلام اللي اشتغلها مع مخرج وحيد زي حامد شريف عرفة وشريف عرفة. انه وحيد حامد في النهايه في حدود لتدخل للنجم. شريف عرفة برضه رغم ان كان مخرج شاب وقتها بس كان مخرج كويس، قدر بالظبط. انه يقنع عادل امام مش ويغير في ادائه، او يغير في ادائه. طبعا شفنا أداء. عادل امام بشكل مختلف. يعني عادل امام جزء من المشكله عنده ان في كل مره هو عادل امام مش الشخصيه. هي دي المشكله. دي مشكله، بس هو ناجح معاه جماهيريا ناجح. اول مخرج دراما مش سينما، اول مخرج دراما في ال 15 سنه اللي فاتوا يلغي الموضوع ده مع عادل امام؟ لا، مع النجوم كلها. كان المخرج حاتم علي لما جه هنا وبيعمل الملك فاروق. هو جاي بقوه وجاي فاهم ودارس السوق المصري. لما جه في اول يوم وفي ممثله بدون ذكر اسمها غيرت في مكان الديكور، دخل قال مين اللي غير؟ انا عامل الديكور. مين اللي غير؟ فقالوا له فلانه. قال اوكي مشهدين هيتشالوا، مش عايزها النهارده. وابتدى كانت نجمه في المسلسل؟ كانت تعتبر نجمه، بس المسلسل يعني اغلبه ما فيش فيه نجوم اسماء تقيله. هو في الفرق. هو الحكايه مش حكايه اسم تقيل، انت مش عايز اسم رنان، مش عايز عادل امام، مش عايز يحيى الفخراني، لكن كل واحد في دوره كان نجم. لا ما بعرفش، السيناريو كان مكتوب بشكل السيناريو كان بس جامد. قصدي الاسماء اللي كانت موجوده في المسلسل وحتى وقتها مش نجوم شباك. يعني حتى تايم لما لا جه ما كانش معروف، كان جاي من لا يعني بس انا بتكلم على نجمه كانت موجوده مصريه يعني تقريبا استنتجتها وقايمه بدور مهم، والدور فرق معاها بعد كده ونجحت ايا كان. بس هي لما غيرت هنا واتشال الموضوع وحست ان هو قدام واحد صارم. المسلسل ده تحديدا اتصور، كان مكتوب على الورق ان التصوير 85 يوم، زادوا 7 ايام ان هم كانوا عايزين يصوروا في قصر عابدين ولكن ما سمحوش فعملوه ديكور. اتصور في 92 يوم، يعني 3 شهور ويومين بالظبط. فانا لما قابلت حاتم بقول له حاتم انت بتعمل ايه؟ قال لي انا عندي تصوير من 12 لحد الساعه 8 او 9 بالليل، بخلص في مونتير بيقعد ياخد الشغل ويشتغل عليه. هخلص تصوير يبقى عندي حاجه اسمها تجميع حلقات، لان انا عندي مسلسل في سوريا رايح اعمله. فكان المسلسل اتصور واتسلم يمكن على شهر مارس او ابريل. الراجل شغال بنظام. احنا كان رمضان ساعتها امتى؟ في شهر 8. الكلام ده من 10 سنين، يعني قدامه 4 أو 5 شهور كان لسه وهو سلم المسلسل. مسلسلات اخرى في نفس السنه فضلت تصور ل 28 رمضان. طبيعي. يبقى هنا في مخرج في صارم، في اداره. دي الصناعه اللي بنتكلم عنها. بالظبط. طيب في اختيار اجباري يبدا بالمشاهد الخارجيه ومؤلفه يسابق الزمن لتسليم حلقاته، ده اللي بنتكلم عنه. يعني هيبداوا بالمشاهد والمؤلف لسه ما خلصش. انا لسه حتى ما قريتش مين هو مخرج العمل. مجدي السميري مجدي السمري، والمسلسل بطولة خالد سليم، كريم فهمي، احمد فهمي، انجي المقدم، ومجموعه من الفنانين. تاليف حازم متولي، و30 حلقه. احداث المسلسل بيدور بين القاهره وشرم الشيخ والغردقه ولبنان. يعني هيبدا تصوير كالعاده. شوف وهو في كل كام حلقه الموجودين عندنا آفة اسمها ايه؟ انا لو عندي مسلسل 30 حلقه كتبت 10 حلقات ابتدي اصور. ليه؟ رغم ده انتاجيا ممكن يعمل مشاكل. يعني هو انتاجيا يعمل مشاكل واخراجيا يعمل مشاكل اكيد طبعا، يعني وللممثل ولكل الناس. لكل الناس. لكن احنا عندنا في الوقت الحالي ما عادش فيه الحاجه اللي اسمها ايه؟ الصناعه كما هي، اصبح فيه الفهلوه. فهلوه والصداقه بقى انت النهارده بتكتب 10 حلقات ببتدي اصور وبعدين احنا ماشيين على الباقي. رغم ان في كتاب ومؤلفين معاهم سيناريوهات جاهزه واعمال كويسه وموجوده، بس مش عارفين يوصلوا للمنتج. هل اختيار الشركات الانتاج النهارده بتختار على السيناريو الجيد ولا على المؤلف القريب من قلب النجم والمنتج؟ تمام. هنا النقطه دي، يعني انت النهارده لما تيجي فنان وحيد حامد، استاذ وحيد حامد مؤلف كبير طبعا، من حوالي 7 سنين عمل مسلسل اسمه الجماعة. تمام. النهارده بعد 7 سنين بيعمل الجماعة 2.
ليه اتاخر كل ده؟ قال لك اخلص السيناريو اولا من الالف الى الياء، ثم بعد كده ايه ابتدي اصور. استاذ يسري الجندي كان دايما حلقاته كانت التاريخيه 30 حلقه، مسلسل كبير جدا، كان دايما قدامه عمود فقري للعمل بيشتغل عليه، ولكن في تصليح او تغيير شويه في 3 4 حلقات اللي هي ايه تظبيط حلقات، فده كان يعمله والدنيا شغاله. لكن ما كانش يدخل مسلسل الا ما مكمل الحلقات. كان زمان، كان زمان يا احمد الحلميه كده. ما بقول لك كان زمان. طب ما انت شوف قيمه الحلميه. طبعا. وشوف قيمه لا شوف المسلسلات القديمه كلها، لما تعد اهم مسلسلات في تاريخ الدراما للاسف هتفتكر مسلسلات اللي من 10 و15 و20 و30 سنه. ليه؟ سالت نفسك؟ لا طبعا في اسباب. لان المسلسل اتسلم بالكامل، وبعد كده رشحوا له الابطال ورشحوا له ابطال. يعني المسلسل القوام الاصلي موجود، لكن مش بجيب يعني نجم بص كم النجوم اللي في الحلميه. هل كان حد يقدر يغير، حد يقدر يقول حاجه، ولا حد يعمل حاجه؟ لا، في مؤلف. بوابه الحلواني. بوابه الحلواني. الشهد والدموع والرايه البيضاء، مع انها مسلسل يعتبر صغير، لكن هنا الدنيا كانت ماشيه صح. دلوقتي الهرم اصبح مقلوب، القاعده الهرم العريضه اللي هي المفروض تبقى على الارض بقت في السماء. دلوقتي انت ممكن تقعد تلاقي منتج يقول لك والله النجمه دي حلوه، انا عايز اعمل لها مسلسل او فيلم، اكتب لنا ليها حاجه. ده يعني ايه؟ ده بيحصل كتير. ما موجوده. بيحصل كتير. يعني مش منتج واحد، ده منتجين كتير. ونفس الحكايه، في بطل بيختار هو المؤلف ويختار المخرج، وبعد كده شركه الانتاج بتوافق عليه وخلاص والدنيا ماشيه. لكن القيمه شوف المسلسل او العمل الفني سواء مسلسل او فيلم اللي هيعيش فتره طويله، اعرف ان التحضير بتاعه كان تحضير جيد جدا وطويل المدى، مش مسلوق. خالد الصاوي يبدأ تصوير أخلاق العبيد بعد عيد الأضحى المبارك. خالد الصاوي بيستعد لبدء تصوير فيلمه الجديد أخلاق العبيد مع المخرج أيمن مكرم والسيناريست حسين ماهر، بدور أحداث الفيلم بين القاهرة وتايلاند، وهيسافروا طبعا لتايلاند للتصوير هناك. أحداث الفيلم بتتلخص في عودة أحد رجال الأعمال من الخارج علشان يبدأ حياته من جديد داخل مصر في منتصف العمر، لكن بشكل جديد، وبيتعرض للعديد من المصاعب والمشكلات. الشخصية اللي بيجسدها خالد شخصية مركبة فيها تركيبات نفسية ودرامية زي ما بيقول الخبر. بيشاركوا البطولة يسرى اللوزي، لطفي لبيب، سارة سلامة، كارولين خليل، ومجموعة من الفنانين من الوجوه الشابة والوجوه الصاعدة. هو طبعا جميل جدا ان خالد الصاوي يدخل فيلم في الفترة اللي جاية. احنا محتاجين خالد الصاوي كنجم عنده فكر معين وعنده وجهة نظر محددة. الأهم بقى ان خالد الصاوي في اختياراته لابد ان يكون اختياره للدور له معنى واثنين وثلاثة. يعني هو ما بيديش شخصية ليها معنى واحد. هو دايما الشخصيات اللي بيلعبها تكون شخصية مركبة فيها الجانب الاجتماعي والجانب السياسي والجانب الاقتصادي الموجود في المجتمع. من اسم الفيلم ومن الكلام اللي مشي حواليه، رجل الأعمال اللي بيجي في الوقت الحالي هل بيتعامل بشكل جيد مع حق العامل الموجود في مصر المطحون، ولا بيزيد عليه آلامه؟ أنا الأول عايز أسألك، تفتكر هيفضلوا على اسم أخلاق العبيد؟ ولا الاسم مش الاسم اللي يبيع، ممكن يتغير في اللحظة الأخيرة؟ والله أنا شايف إن أخلاق العبيد ممكن يبيع، لكن حكاية الرقابة ما أعتقدش إن الرقابة عندها أي مشكلة في هذا الاسم. لكن هو المعنى والمضمون داخل الفيلم هو اللي بينتج هذا الاسم. لكن أنا عندي اختيار خالد الصاوي، لأن خالد الصاوي ممثل مش اللي هو شايل شنطة. يعني يوسف شاهين كان دايما يقول لك ايه، فلان ده شايل شنطه على كتفه وداخل في اي مكان، غير ادخل قدام الكاميرا. خالد الصاوي دايما بيستخدم فكره، لان هو صاحب فكر وصاحب، يعني خالد الصاوي خالد صالح الاثنين الحقيقه الله يرحمه، يعني كان في اختياراتهم دقيقين جدا. الله يرحم خالد الصاوي، ربنا يديله طول العمر. ربنا يديله طول العمر. لكن اصل هم الاثنين نشأتهم كمان والاثنين مع بعض، والاثنين كانوا اصحاب وقريبين لكن هنا خالد الصاوي في اختياراته دايما بيختار الموضوعات اللي ليها رمزيه ومعنى داخل المجتمع. بس اعمال خالد الصاوي الاخيره شويه الجماهيريه فيها قلت. شوف انت بعد يعني الحراك السياسي الموجود في مصر، تمام،
من الصعب ان انت برضو تنزل فيلم فيه رمزيه سياسيه عاليه والجمهور يدخله، لان الجمهور عنده حاله من حالات الزهق. هو ممكن يدخل فيلم انت شايف ان هو فيلم لايت، فيلم ضعيف، فيلم اشبه بافلام المقاولات، بس بيضحك. انا بتكلم حتى على التلفزيون، لا هو هنا السينما الفرق. يعني هو الفيلم اللي عمله كان قبل ده الفيل الازرق اظن اخر حاجه مع الفيل كريم عبد الأزرق العزيز، كان رائع. نجاح كبير، نجاح فني وجماهيري. بس لكن نجاح الفيل الازرق اولا كان نجاح روايه قبل ما يكون نجاح فيلم. بس مش دايما الروايه معيار، مع ساعات الروايه، بس هو الفيلم اتعمل حلو. يعني الفيلم كان مختلف، يعني كصوره وكتركيبه السينما نادر لما قدمت. يعني فكرك بافلام كمال الشيخ زمان مع اختلاف الزمن ومع بالتأكيد. فالسينما كانت محتاجه النوعيه دي، فهو عمل بصراحه الشخصيه حلوه جدا، وكريم عمل الشخصيه والاخراج والسيناريست. في سؤال انا ممكن اساله. اتفضل. هل خالد الصاوي هو نجم شباك في السينما ام هو نجم داخل العمل؟ انا لو تقول لي رايي، انا شايف يعني بمعاييرنا هو نجم داخل العمل. داخل العمل. يعني اشبه بمين مثلا؟ لو جيت اشبهه بالفنان محمود المليجي. محمود المليجي كان هو اللي بيشيل الفيلم صحيح، بس لكن دايما مش هو نجم الشباك، مش نجم الشباك. تمام. خالد الصاوي دايما يشيل العمل. يعني احنا شفنا في الفيل الازرق قايم عليه، ولكن نجم الشباك كان مين؟ كريم. بس كريم برضه عمل دور حلو. بالظبط. واحمد حلمي لما هو اشترك مع احمد حلمي برضه كان هو دور مهم، بس النجم هنا. فانت لما تقول خالد الصاوي ما معهوش اسم يبيع بيه كنجم شباك، ممكن الفيلم ما يحققش الايراد الكبير لكنه يحقق الناتج الفني. بس الاستمرار بيحتاج الاراده. شوف انت يعني في معادله صعب. لازم تعدلها شويه. ليه؟ لان هي لازم تمشي على الجانب التجاري والجانب الفني. ما ينفعش انك تركز على جانب من الاثنين، وخاصه الجانب الفني ساعات ما بياكلش عيش. والجانب الجماهيري لو استمر شويه بعد شويه خلاص الناس بتنسى العمل. ما هو لانه بيركز على حاله واحده، فدي مشكله. لكن انا اثق في اختيارات خالد الصاوي، فانا مستني ان هو يعني يدخل بعد عيد الاضحى، ننتظر افلام جيده، وكل ده في خدمه الفن. نتمنى دايما افلام كويسه طبعا. وافلام تناقش موضوعات مهمه طبعا. الناقد احمد سعد الدين، كل الشكر ليك. شكرا. ومشاهدينا لسه مستمرين معاكم، هنروح لفاصل دلوقتي وهترجع شيراز مره ثانيه، وفي فقرات ثانيه في بقيه سهرتنا النهارده في مساء الفن.